MG HS الشكل الجديد، طبعا الفيس ليفت اللي بينزل في السعودية بمحرك 2 لتر يعني 2000 سي سي، وكمان تربو. بالتالي بيقدر يولد عزم كبير جدا بيوصل ل 360 نيوتن متر عزم دوران. أقصى سرعة ليها 210 كيلو متر في الساعة. طبعا تقنيات ذكية متقدمة، أداء رياضي هنشوفه في ال MG HS اللي ليها مظهر جديد، فيس ليفت قوي وبارز بيظهر جدا في الواجهة الأمامية والخلفية زي ما احنا شايفين. يعني لو حضرتك نظرت كده للسيارة من الأمام هتلاقيها فيها شبه من سمك القرش. وشبكة الام جي الرقمية المميزة اللي بتحيط وتجعل المصابيح الأمامية الليد ليها وظائف مزدوجة بجانب المصابيح الخلفية وأضواء النهار الساطعة. والعجلات الألمونيوم اللي مقاسها 18 بوصة بجانب المكابح الرياضية اللي باللون الأحمر الزاهي لتعتبر تجعل السيارة ذات تحفة بصرية. كمان السيارة ليها واجهة ديناميكية وطابع رياضي مختلف. لو جينا دخلنا داخل السيارة هنلاقي ان فيها في الاجواء الرياضية من الداخل ديناميكية، مواد ناعمة فاخرة بتشكل 85% من داخل السيارة. كمان في اضاءة طيفية من الليد بتخفف حدة الاضاءة، وبيبقى فيها دمج ما بين الاضاءة الخارجية والداخلية براحة تامة. وتقدر كمان تعمل تجربة قيادة قبل ما تفكر تشتريها. السيارة بتتمتع بالكراسي الرياضية المدمجة، فيها اللون المدمج قابلية التعديل الكامل اللي بتوفر دعم استثنائي للظهر. فيها سقف بانوراما كبير بيكون متصل بشكل مباشر مع البيئة الخارجية، وفيها تحكم مناخي مزدوج بجانب فتحات التكييف اللي ليها مخرج خلفي، وتقدر لجميع الركاب يتمتعوا بالراحة اللي فيها. اما طبعا لو جينا شفنا الاداء احنا قلنا فيها محرك تيربو عالي الكفاءة 2 لتر بيوفر قدرة من عزم الدوران بتوصل ل 360 نيوتن متر. والسيارة فيها اوبشنز مختلفة مع وضعيات قيادة زي السوبر سبورت والايكو، وكمان الطراز ال يو اكس فيه ادوات تحكم بالتغيير السريع واوبشنز مختلفة من الام جي اتش اس. كمان الشاشة الداخلية في كمان اللوحة التحكم الافتراضية اللي حجمها 12.3 بوصة. أما الشاشة التاتش فحجمها 10.1 بوصة. أبل كاربلاي، أندرويد أوتو، في نظام ملاحة GPS. كل الأوبشنز دي مختلفة في الام جي اتش اس. على فكرة السيارة كانت بتنزل في 2024 فئتين بمحرك 2 لتر، وفئتين تانيين على سيارة هجينة 1.5 لتر تربو. كانت بتبدأ أسعارها من 93 ألف ريال.